بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن القصور والمناظر في عصر الدولة الفاطمية. ومن مظاهر التقدم الحضاري في العصر الفاطمي تلك القصور الفخمة التي أقامها الخلفاء ووزرائهم ورجال دولتهم وغيرهم. فمنذ دخول جوهر الصقلي مصر سنة 358 هجريا، أسس لمولاه المعز لدين الله الفاطمي القصر المعروف بالقصر الشرقي، ويعتبر أول قصر فاطمي بني بمصر ليكون مقرًا لإقامة الخليفة ومركزًا لحكومته. وقد أنفق على تشييده وتأسيسه أموالًا طائلة أسهب المؤرخون في ذكرها. وقد اهتم الفاطميون بتجميل الحدائق التي تحيط بالقصر، فقد وجدت حوله بساتين تحتوي على نباتات نادرة حتى يصبح هذا القصر مميزًا. وقد اشتمل القصر من الداخل على عدد من الإيوانات، قيل أنها 12 جناحًا. وكان أهم تلك الإيوانات أو القاعات الإيوان الكبير، وقد خصص لجلوس الخلفاء يومي الاثنين والخميس، كما كان يقام بها صيامات شهر رمضان وصيامات العيدين. وقد اشتمل القصر على عدة قصور بلغت 12 قصرا صغيرا، وأيضا على عدد كبير من الخزائن الضخمة التي كانت تستخدم كأماكن لحفظ الأشياء النادرة مثل خزانة الكسوة وخزانة الكتب التي يذكر أنها كانت تتكون من 40 حجرة تحتوي على كتب الفقه وكتب التواريخ والكتب الخاصة بالفلك والكيمياء، إلى جانب احتوائها على كثير من المصاحف النادرة. وقيل أنها كانت من أعظم خزائن الكتب في العالم الإسلامي. ومن الخزائن أيضا خزائن الجوهر وخزائن السلاح، وقد أعدت لصنع الأسلحة وتخزينها لحين تجهيز الجيوش وإعدادها للحرب، وخزانة التجميل وغير ذلك. ومن القصور الفاطمية أيضا القصر الغربي أو قصر البحر، وكان البعض يطلق عليه القصر الصغير تمييزا له عن القصر الشرقي الكبير. وقد شيد في عهد الخليفة العزيز بالله، وبلغ درجة كبيرة من الرقي الهندسي وعظمة المعمار. وقد أصبح هذا القصر مخصصا لإقامة السيدة ست الملك ابنة العزيز بالله بعد وفاته. ومن القصور الفاطمية قصر القرافة، وقد شيد للسيدة تغريد زوجة الخليفة المعز في سنة 366 هجريا زمن الخليفة العزيز، وهو من أعظم القصور. وقد ألحق به بئر وبستان وجامع، واستخدم للنزاهة لجمال عمارته وإتقان بنائه. وقد تم تجديده على يد الخليفة الآمر بأحكام الله، وكان يجلس في المنظرة ليشاهد احتفالاتهم تحت هذه المنظرة. واستمر هذا القصر قبلة لكثير من الخلفاء الفاطميين حتى زوال دولته. ومن القصور المشهورة قصر اللؤلؤة أو منظرة اللؤلؤة، وكان على الخليج بالقرب من باب القنطرة. وقد شيد بحيث يشرف على البستان القافوري. أما من الناحية الغربية فكان يطل على الخليج والبساتين العظيمة والبركة التي كانت تعرف ببطن البئر. وقيل أن هذا القصر تم بناؤه زمن الخليفة العزيز، ثم عيد بناؤه زمن الخليفة الظاهر، وجددت عمارته زمن الخليفة الآمر بأحكام الله، حيث كان يخرج إلى هذا القصر في وقت وفاء النيل مع حواشيه متجها إلى قصر اللؤلؤة. ومن القصور الفخمة في العصر الفاطمي أيضا قصر الهودج، الذي بناه الخليفة الآمر لمحبوبته التي عاشقها وتزوجها. وفي عهد الخليفة الآمر أيضا شيدت منظرة جميلة تعرف بمنظرة بركة الحبش، وجعلها من الخشب المدهون، وجعل فيها طاقات تشرف على خضرة البركة. وصور فيها عدد من الشعراء، وبجوار كل واحد دونت بعض أبيات من شعره. إلى جانب ما سبق، فقد تفنن خلفاء الدولة الفاطمية ووزرائهم في بناء المناظر والبساتين في أماكن متفرقة، وبعضها كانت من أجل احتفالات وأعياد معينة، والبعض الآخر من أجل النزهة والترويح عن النفس أو توزيع الحملات الحربية عند خروجها. ومن هذه المناظر منظرة السكرة ومنظرة الدكة، وكان لها بستان عظيم، وكانت من جملة متنزهات الخلفاء. فإذا ركب الخليفة يوم كسر الخليج يمر عليها، وكان يدخلها منفردا. وهناك منظرة المقص، وكانت مطلة على النيل ومعدة من أجل نزول الخليفة بها في وقت تجهيز الأسطول. لم تقتصر حياة الطرف وإنشاء القصور على الخلفاء وحدهم، بل شاركهم الوزراء أيضا في تلك الحياة المترفة.
حيث الثراء والنعمة التي كانت تتجلى في القصور الفخمة التي تماثل قصور الخلفاء. فكان للوزير يعقوب بن كلس قصر ينافس قصر الخليفة، ويزخر بالكثير من التحف النادرة التي تملأ الخزائن المختلفة بالقصر. وقد جعل من قصره قلعة للعلم والعلماء، وقيل كان قصره به مكتبة ضخمة ضمت كتب الطب والفقه والأدب. وكان الوزير اليازوري شديد الولع ببناء القصور وتأسيسها بأفخم الفرش والأساس. ولم يقتصر بناء القصور على الخلفاء والوزراء، وإنما تعداه ليشمل أفرادا عدة من الطبقات كثيرة من الشعب المصري عاشت حياة الترف والرفاهية في العصر الفاطمي. وتجلت مظاهر هذا الترف في صورة إقامة منازل ضخمة فخمة جميلة، وجعل بعضهم أسطح تلك المنازل حدائق غناء. وكانت الدور العادية أو دور العامة بالفسطاط تتألف من عدة طوابق، وأحيانا 5 أو 6 طوابق، وتشبه المنابر في بنيانها، وبها طاقات لدخول الضوء والتهوية. وكانت تتخذ الأدوار العليا للسكن، أما السفلى فكانت تستخدم كمخازن لحفظ المؤن والمواد الغذائية المختلفة. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله، وشكرا على حسن الاستماع.